السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم جوج شكيلات ديال العصير اللي هما زوينين بزاف ورائعين، لا في الشكل ولا في المذاق، وصحي 100%، وترفع لنا القدره العقليه لوليداتنا اللي مقبلين على الامتحانات. الله ينجحهم ويوفقهم ويوفق وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. طريقه سهله وبسيطه، غير تبعوا الفيديو حتى الاخير. العصير ديالنا منعش وزوين بزاف بزاف. ديروها كيف وليداتكم البنات في الصباح تيصبحوا مسقومين. كل نهار ديروا مشكيل، الطريقه اللي هي زوينه. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وابوني واشتركوا في القناه باش تكونوا من جديد. بارطاجيو الفيديو مع اهلكم واصحابكم باش فائده للجميع. فضلا منكم اللي امر الله يجازيكم بخير. الناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي مرحبا بكم، يا سهلا مرحبا. فعلوا الجرس وديروا لك الفيديو. فضلا منكم اللي امران. العصير ديالنا زوين بزاف ورائع ومنعش وصحي 100%. الطريقه سهله وبسيطه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه لوليداتكم بالصحه والراحه. الى عجبكم لي لايك الفيديو. الله يجزيكم بخير. ندوزو لطريقه التحضير. نتمشيو فين؟ هانتوما معايا. نبداو على بركه الله. عندي هنايا العصير الاول 2 معالق صغار ديال الكاكاو المور، 2 معالق صغار ديال العسل الحر، 3 ديال التمرات، معلقه كبيره ديال الزبيب اللي كنكونوا رطبناه في الماء وغسلناه مزيان داك التراب اللي فيه، ومعلقه كبيره ديال اللوز اللي كنكون غسلته من قبل. العصير الثاني البنات عندي فيه 2 كركاعات، 5 ديال التمرات، ونص افوكايا صغيره. الا كانت كبيره البنات غنديروا غير الربع. والحليب البنات عندي في المجمد ضروري يكون فيه الحبوبات ديال الثلج باش يجي العصير ديالنا منعش وزوين بزاف بزاف. غير تبعوا الفيديو نديروا هكا لوليداتنا كيصبحوا الصباح البنات مسقومين. تنوعوا لهم كل نهار كندير لهم واحد. الله ينجحهم وينجح وليدات المسلمين اجمعين. ندوزو نطحنوا العصير ديالنا وانتم معايا. ندوزو للعصير الاولى البنات. من بعد ما جبت الكاس ديال مونينيكس غادي نديروا التمر ديالنا، نحيدوا ليه هكايا العظم. التمر من الاحسن يكون رطب على الشكل هذا. العصير ديالنا كيجي زوين بزاف، كيجي منعش البنات لوليداتنا، شي حاجه اللي هي زوينه. الله ينجحهم وينجح وليدات المسلمين اجمعين. نديرو مع وليداتنا وبنياتنا. الله يوفق الجميع. هنا البنات كنديروا 3 ديال التمرات على الشكل هذا، وغادي ندير معلقه كبيره ديال اللوز ومعلقه كبيره ديال الزبيب كما قلت لكم تيكونوا مغسولين من قبل. هنايا عندي 2 معالق صغار ديال الكاكاو المور، وهنايا عندي 2 معالق ديال العسل الحر. الا ما كانش موجود البنات تقدروا تعوضوه بالتمر، ديروا 6 ديال التمرات اولا 7، من الاحسن يكون الفرد ديروا 7 ديال التمرات. كان العسل ديال الليمون ولا اي عسل غير يكون حر، وديروا هكا لوليداتكم شي حاجه اللي هي زوينه. هنايا البنات كما قلت لكم عندي الحليب يكون في المجمد، هانتوما كما شفتوا صافي. غندوزو نطحنوا العصير ديالنا. كيجي البنات زوين بزاف، كيجي رائع ومنعش. هنا البنات غادي ندوز نطحن العصير ديالنا ونرجع معكم. نتوما البنات العصير ديالنا بعد ما طحناه على الشكل هذا كطحنوه مزيان مزيان. هانتوما ضروري يكون هكايا الكاس ديال المونيكس ديالكم يكون تيطحن مزيان. حنا غنجيبوا الكيسان ديالنا على الشكل هذا. العصير ديالنا زوين بزاف ورائع ومنعش. هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش جا، تبارك الله صلى على النبي، جا رائع البنات. كما قلت لكم عصير ديال شخص واحد، كتنوعوا لهم كل نهار كديروا شكل زوين بزاف. ندوزو للعصير الثاني بعد ما غسلنا الكاس ديالنا البنات. صافي هنايا دائما التمر ديالنا كنحيدوا ليه هكايا العظم ديالو، وحتى هنا البنات تقدروا تزيدوا العسل. هنا غادي نزيد 2 كركاعات على الشكل هذا، وغادي نديرو نص افوكا حيت صغيره البنات، الا كانت كبيره غديروا غير ربع. نفس الطريقه البنات غادي نديرو الحليب هكايا فيه الحبيبات ديال الثلج. ضروري ما ديروا الحليب ديالكم في المجمد، كيعطينا واحد القوام. العصير ديالنا زوين بزاف وكيجي رائع. غادي نطحن العصير ديالنا وغنرجع معكم العصير اللي هو زوين بزاف بزاف. نتوما البنات العصير ديالنا بعد ما طحنتو شوفوا القوام ديالو كيفاش تيجي، تبارك الله صلى على النبي، كيجي زوين بزاف بزاف. هو زوين بزاف البنات. شوف القوام ديالو كيفاش تيجي ملي كيكون الحليب عندنا في المجمد. شوفوا القوام ديالو كيفاش تيجي، كيجي بحال الشكل ديال الياغورت وصحي 100%. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. طريقه سهله وبسيطه. كل نهار البنات كتنوعوا ليهم الشكل، كيصبحوا الوليدات ديالنا الصباح مسقومين. لما لا نديروا هكا العصير بكاكاو البنات واللوز والزبيب، ونهار اخر البنات نديروا ربع ديال لافوكا مع الكركاع. جا زوين بزاف، جا رائع. شوفوا القوام ديالو تبارك الله صنع النبي، جا زوين بزاف بزاف. غير جربوه غيولي معتمد عندكم. الله يوفقهم ويوفق الجميع. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. هانتوما شوفوا العصير ديالنا كيفاش جا زوين بزاف بزاف، جا رائع البنات. شوفوا القوام ديالو كيفاش جا تبارك الله صنع النبي.
كنتمنى يعجبكم وتجربوه. توجدوا كما قلت لكم كل صباح كديروا شكل وليداتكم بالصحه والراحه. ندير لهم هكايا البنات لاطاي على الشكل هذا لوليداتنا، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف بزاف كما قلت لكم، صحي 100% والطريقه سهله بصحتكم وراحتكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وابوني واشتركوا في القناه باش لكم الجديد. بارطاجيو الفيديو مع اهليكم وصحابكم باش تعود فائده على الجميع. فضلا منكم ليس امرا. العصير ديالنا زوين بزاف ومنعش، تيرفع القدرات العقليه لوليداتنا اللي مقبلين على الامتحانات ديال الباكا البنات وديال التزياماني. لما لا البنات نديروه حتى للوليدات الرياضيين اللي كيمشيو هكا لاصال، يجيو كل نهار تنوعوا لهم بعصير اللي هو في شكل زوين بزاف بزاف وصحي ومعتمد عندي. كنديروا لوليداتي منعشه البنات، غير جربوه غير معتمد عندكم. الا عجبكم كتبوا لي في الكومونتات ديالكم الزوينين والتعليقات ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف. العصير البنات غير جربوه، بعضكم الستر ديروه لوليداتكم شي حاجه اللي هي زوينه بالصحه والراحه. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.